عارف ايه اللي بيخلي فيديو على يوتيوب يكسر الدنيا وفيديو تاني يختفي؟ الإجابة الصورة المصغرة. النهارده هقول لك ازاي تعمل صورة مصغرة احترافية لفيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي حتى لو عمرك ما اشتغلت تصميم قبل كده، وده كله بأدوات مجانية 100%. الصورة المصغرة هي أول حاجة عين المشاهد بتشوفها. تخيل نفسك في محل مليان منتجات، انت هتختار المنتج اللي شكله ملفت، صح؟ صح. نفس الفكرة على يوتيوب. صورة مصغرة جذابة بتساوي نسبة ضغط أعلى، بتساوي مشاهدات أكبر، وده السبب اللي بيخلي لازم نهتم بيها زي ما نهتم بالمحتوى نفسه. والأدوات اللي هنستخدمها النهاردة مجانية بالكامل. طمنتني. هنشتغل على 3 مواقع، والتلات مواقع طبعا هسيبهم لك تحت في الوصف. كمل معايا الفيديو للآخر، بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك، ويلا بينا نبدأ. دي مثلا قناة مستر بيست، أشهر يوتيوبر عالمية. عايزين ناخد مثلا صورة مصغرة من اللي هو عاملها، نحاول نعمل زيها. فأول حاجة هنعملها إن احنا هناخد سكرين شوت من الصورة المصغرة اللي احنا عايزينها مثلا زي دي، وبعديها هتروح على الموقع اللي بعده هو شات جي بي تي، هتديله الصورة اللي احنا خدناها وهتكتب له الكلمة دي، وشات جي بي تي دلوقتي هيدينا كل حاجة عن الصورة دي علشان هناخد البرومبت ده وهنروح على الموقع اللي بعده ونقدر نعمل صورة زي صورة مستر بيست بالظبط ونحط الصورة بتاعتنا. ودلوقتي شات جي بي تي عمل البرومبت بتاعنا، فهناخد ده كله كده كوبي واروح على الموقع اللي بعده هو ايدوجرام. ايدوجرام ده هتديله الثامنيل او تديله البرومبت اللي احنا عملناه من شات جي بي تي كله وهتحطه هنا بوست. تمام. احنا رفعنا صورة دلوقتي، الصورة بتاعتنا لايدوجرام، وهنكتب البرومبت اللي عطولنا شات جي بي تي كله كنترول في، وهنغير الاعدادات دي عشان احنا عايزينها صورة مصغرة فهنخليها 16:9، وبعد كده هندوس جنريت. وطبعا ايدوجرام ده مجاني، 10 كوين، هو كان عاطي 12 فانا استخدمتهم خلوهم 10، تقدر تعمل بهم اكتر من 40 صورة مصغرة. ودلوقتي ندوس جنريت وهنستنى شوية هتلاقيه بيحمل معانا الصور زي ما احنا شايفين. زي ما انتم شايفين طلع معانا الصور مش احترافية ولكن كويسة لحد ما. تمام. لكن عندنا حل تاني، ان احنا برضه هنروح لشات جي بي تي تاني نديله نفس الصورة. تمام. وهنقول اوصف لنا الثامنيل دي، وهتلاقيني سايب لك الجملة دي في اول تعليق مثبت او في الوصف عشان تاخدها كوبي على طول. بعد كده هناخد الكلام ده كله كوبي وهنروح على نفس الموقع هو ايدوجرام، وهندي نفس البرومبت اللي عطولنا شات جي بي تي نحطه هنا. طبعا هنغير الاعدادات نخليها 16:9 عشان صورة مصغرة، وهندوس جنريت. فيطلع معانا الصور زي ما احنا شايفين، صور احترافية. تمام. انا مثلا عجبتني الصورة دي، فهنروح هنا كده وهندوس داونلود والجي بي جي وهتلاقيها نزلت معاك. هنروح على الموقع اللي بعده هو ريماركر دوت اي اي، وهنختار فيس سويب، وهنرفع الصورة اللي احنا نزلناها من الموقع. تمام. وهنحط الصورة اللي احنا عايزينها، اللي احنا عايزين نبدل الوش مكانها، وبعد كده هندوس سواب. هتلاقيه طلع معانا الصورة زي ما احنا شايفين، مش احترافية ولكن مشابهة جدا ليها. تمام. تقدر تعدل عليها، او لو مش عايز تعدل عليها خلاص ممكن ما تجيش معاك من اول مرة، تقدر تجرب كذا صورة وهي هتيجي معاك. ولكن انا اكتفيت بالصورة دي عشان هي عجباني بصراحة. وممكن ندوس هنا اب سكيل عشان يرفع من دقة او من تفاصيل الصورة بتاعتنا. تمام. وزي ما احنا شايفين في فرق كبير ما بين الصورة قبل ما نعمل لها اب سكيل زي ما انتم شايفين، وادي صورة احترافية زي صورة مستر بيست تقدر تحطها عندك على القناة بتاعتك، وتقدر تعمل كذا صورة مصغرة زي كده. وبس كده تدوس داونلود هتلاقيها نزلت معاك زي ما احنا شايفين.
هي وكمان في طريقة تانية بدل ما تاخد سكرين شوت والكلام ده كله، تعمل انت حاجة لنفسك، ان انت تكتب لشات جي بي تي برومبت كامل. يعني مثلا ممكن تكتب له اعمل لي وصف مثلا صورة مصغرة لراجل يعوم ولاقي مثلا حوت وبيبص له الراجل وهو مفزوع، بس كده. وقول له خليه بالانجليزي، خليه بسنت. تاخد الكلام ده كله كده كوبي، تطلع على الموقع بتاعنا هو ايدوجرام، وهتحط الكلام اللي احنا خدناه كده ايه من شات جي بي تي، وهتدوس جنريت. وزي ما احنا شايفين طلع معانا الصور، يعني صور احترافيه. وزي ما احنا شايفين تقدر تبدل وشك انت، او ممكن تسيب وش الراجل ده عادي، تكتب انت كلام هنا زي ما انت شايف، تقدر تبدل وشك. هتروح برضه تنزلها، تاخدها داونلود، وهتروح على نفس الموقع وهترفعها الموقع اللي هو ريماركر دوت اي اي، وهتخلي نفس الصوره مثلا، وهتدوس سواب، طلع معانا الصوره زي ما احنا شايفين. تقدر تجرب انت بكذا صوره لو دي مش عاجباك. وبعد كده هندوس اب سكيل علشان يزود دقه الصوره. زي ما احنا شايفين زود الدقه. وبعد كده هندوس داونلود، وبس كده الصوره نزلت معاك. تقدر تعدل عليها لو ما طلعتش معاك من اول مره، تغير الصوره كذا مره لو ما طلعتش معاك، وان شاء الله تطلع معاك. وبكده تكون عملت صوره مصغره احترافيه بالكامل. ولو حابب تعرف ادوات تانية للذكاء الاصطناعي هتسهل عليك صناعه المحتوى، ما تنساش تتابعني وتشترك في القناه. وبس كده، سلام.